نائب الرئيس الأمريكي طلب من مراته وأم عياله إنها تعتنق المسيحية عشان يحافظ على منصبه السياسي. مش بس كده، البديل جاهز قدام الناس كلها، ملكة جمال وبيضة وحلوة وبشعر أحمر. دي الحكاية اللي شغلة الرأي العام في أمريكا دلوقتي، قصة درامية سياسية تفاصيلها زي الأفلام، وبتكشف صراع على السلطة والقيم بين اليمين المحافظ. إيه الحكاية؟ تعالوا أقول لكم كل التفاصيل. دي قصة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اللي ظهر مع إريكا كيرك أرملة الناشط المحافظ تشارلي كيرك في لقطة في أقل من دقيقة، وبعدها أصبح حديث الناس كلها. إيه اللي حصل؟ تعال أقولك الحكاية، بس قبل ما أقولها لازم نعرف مين إريكا كيرك. إريكا كانت ملكة جمال، لكنها دلوقتي سيدة أعمال وناشطة سياسية مهمة جدا في اليمين المحافظ، وهي أرملة تشارلي كيرك المؤسس والوجه الإعلامي لمنظمة Turning Point USA. بعد مقتل زوجها، إريكا بقت هي القائدة الرئيسية للمنظمة، يعني ست قوية وليها وزنها في الساحة الأمريكية. وفي مؤتمر كبير لTurning Point USA طلعت إريكا كيرك جنب جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، واللي حصل هناك كان يعني حضن عاطفي زيادة عن اللزوم شوية. اللي خلى الناس تركز معاهم مش انهم كانوا فوق المسرح، لا، كلام إريكا نفسه. No one will ever replace my husband. But I do see some similarities of my husband and vice president. Yes, I do. الناس على طول ربطت اللي حصل بالدراما اللي عايشها في بيته مع مراته. مين مراته؟ شافان، محامية ذكية جدا، عندها منه 3 عيال، بس هي يعني هندوسية. وجي دي فانس كان صرح قبل كده انه حاول يقنعها اكتر من مرة انها تسيب ديانتها وتدخل المسيحية، وانه لسه بيحاول. As I've told her and I've said publicly and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel and I hope eventually my wife comes to see it the same way. ورغم ان زوجته ما علقتش على الموضوع لحد دلوقتي، لكن انتشرت اشاعات كتير بتقول الراجل مش مرتاح في بيته عشان اختلاف الاديان. لكن إريكا بيضة وحلوة وبشعر اصفر بتشاركه نفس الإيمان المسيحي القوي ونفس التوجهات السياسية المحافظة، وكمان هتكون داعم قوي ليه في الانتخابات الأمريكية المقبلة. تفتكروا بقى ممكن يجبر زوجته تتخلى عن ديانتها وتكمل معاه المشوار السياسي ويتحمل اللي يتحمله فيه، ولا هيختار الطريق الأسهل ويرتبط بالجميلة صاحبة النفوذ والمال؟